مساء الخير عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الفيديو بتاعنا حبيت اشارك فيه معاكم شويه وصفات كده الحلويات نقدر نعملها كده في البيت بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه. يعني كل الوصفات دي انا عاملاها في القناه، بديكوا كده فكره عنها. في ناس طلبت مني زي ما بنعمل منيو كده الاكلات حوادق والغدا والعشاء والكلام ده، نعمل برضو منيو كده الاكلات يعني الحلويات كده نعملها لاولادنا. فيلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو ونبدا مع بعض. بصوا، اول حاجه عندنا خليه النحل بالشوكولاته، دي بتبقى تحفه احسن من المولتو، وحاجه انت اللي عاملاها في البيت وبتبقى جميله جدا. نفس طريقه خليه النحل بالظبط، بس بنحشيها شوكولاته، ودي انا عاملاها معاكم في القناه. كل الوصفات انا عاملاها معاكم في القناه. تاني حاجه نقدر نعمل صينيه الجلاش بالكريمه اللي هي الكدابه دي، برضو مش هتكلفنا كتير خالص. يعني بكوبايتين لبن ومعلقتين كده نشا، وتعملي الكريمه بتاعتك ولفه الجلاش وادهني طبقات وحطيها وحطي السيرب بقى. وبصوا سهله وبسيطه جدا. تالت حاجه معانا بقى البطاطا، يعني بصوا مفيش اسهل ولا اوفر من كده. البطاطا دلوقتي ماليه السوق وحلوه ومسكره وجميله جدا، وكيلو وربع ب10. انا بحط عليها ملح، ملح ايه، سكر وقرفه، وبغسلها كويس وبقطعها احطها في حله كده، وورقه من فوق ورقه من تحت، زي ايه طريقه امهاتنا كده، ربنا يكرمهم. وبعملها بقى على البوتاجاز من فوق وبتطلع تحفه جدا. بصوا بقى الوصفه دي رهيبه يا بنات، رهيبه. هي عباره عن ايه؟ جوز الهند وصوص كراميل، وبعجنهم الاتنين مع بعض وبغطسهم في شوكولاته بيضه بس، وبتطلع وهميه. يعني عارفين لو جربتوها مره بجد والله العظيم هتدمنوها، مش هتبطلوها بجد. الفكره كلها في صوص الكراميل، وانا عملته معاكم قبل كده. بنكرمل كوبايه سكر على النار، ولما يبتدي يتكرمل بنحط كوبايه لبن، معلقه نشا، وبندوبهم ومعلقه زبده وبس كده، وبنسيبه يهدى، ونحط جوز الهند ونكورها كده كور، وبنغطسها في صوص شوكولاته بيضه. انا جربتها بالشوكولاته السودا ما عجبتنيش قوي، الشوكولاته البيضه بتديها طعم حلو جدا. البسبوسه بقى، البسبوسه من الحاجات برضو السهله جدا جدا جدا، بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. كوبايتين دقيق سمولينا، وهتعمليها بسمنه، هتعمليها بزبده، براحتك خالص، وزينيها بقى زي ما انت عايزه. بصوا ما بتحتاجش برضو يعني مكونات كتير، وبتبقى حلوه جدا جدا. اللي بعد كده بقى بصوا سلطة فواكه، اي نوع فاكهة تبقى موجودة عندك في السوق. تقدري تجيبي نوعين بس، لو مش في مقدرتك تجيبي كذا نوع، نوعين بس. وانا بصراحة كنت بعملها بكيس تانج كده علشان يديها طعم حلو. بس تقدري تعملي باي عصير يعني موجود عندك، ممكن عصير جوافة، وتقطعي بقى موز، يعني اللي انت حباه، وبتبقى صحية وجميلة جدا. تمام. ملكة بقى الحلويات بتاعتنا، اللي يعني بصوا بقى يعني بتخلي البيت كله ريحته تحفة، وبتحسسكوا بالدفى كده مع كوباية شاي بلبن، بتبقى جميلة جدا. الكيكة يعني من الحاجات اللي لازم يعني ايه كل اسبوعين، مش كل اسبوع، علشان بس ايه ما يبقاش يعني كده، لان هي برضو بقت مكلفة برضو شوية في الايام دي. فنعملها كده مرة كل اسبوعين ولا حاجة، بتنفعنا جدا بقى. لو عندك صوص شوكولاتة بقى بتحطيها لهم من فوق كده زي ما انا عملت كده، وبتعمليها بتبقى حلوة جدا، بتنفعكم في الفطار وبتنفع في العشاء. وسهلة بسيطة، انا عملتها معاكم كتير جدا في القناة. لو عايزة تدلعيهم بقى اكتر، عندك بقى عيد ميلاد، عندك اي مناسبة ومش عايزة تكلفي نفسك او تجيبي جاتوه، الشاتو ده رهيب والله العظيم، حرفيا كأنك بتاكلي قطعة جاتوه بالظبط. بكوباية دقيق واحدة انا كنت عامله لكم الفيديو ده. وبتعملي الكيكة من تحت، طبقة كيكة وطبقة كريمة وصوص الشوكولاتة دوت. يعني تهيألي اغلبنا عارفين طريقة الشاتو وبتعملوه. بس هي الفرق بقى يعني بنعمل طبقة كريمة من النص كده كأنها جاتو. الباستا فلورا برضو من الحاجات الجميلة جدا. لو عندك مربى والولاد مش راضيين ياكلوها، تقدري تعملي بقى الباستا فلورا دي بجد تحفة. يعني انا لا بصراحة كنت مقلقة جدا ان ولادي ما ياكلوهاش، بس عجبتهم جدا. زي ما قلت لكم هسيب لكم كل اللينكات بتاعه الفيديوهات دي ان شاء الله، او لفوا في القناه يعني خدوا لفه كده هتلاقوا كل الحاجات دي. كيكه البسبوسه برضو من الحاجات التحفه بجد، حلوه جدا. لو انت مش بتعرفي تظبطي البسبوسه دي، هتنجح معاكي من اول مره.
كله في الخلاط وبتضربيه مع بعض وبتسقيها بقى شربات وبتبقى تحفة. بصوا بقى دي كانت اختراع بجد. كانت كيكة ونشفت عندي وانا عملت لها اعادة تدوير وعملتها سويس رول زي ما انتوا شايفين بقى. يعني بجد كانت فظيعة، كأنك بجد بتاكلي سويس رول جايباه من افخم المحلات. وهي اصلا بواقي كيكة عجنتها بشوية لبن وفردتها في كيس وحطيت الكريمة ولفتها وزينتها عندي بكريز بس كده، مفيش اي حاجة خالص. كنت عاملاها في عيد ميلاد ابني. طبعا انا بعمل كل الحاجات دي في البيت، انا ما بحبش اشتري بصراحة التورت وحاجات من ديت من بره. دي بقى برضو كانت وهمية، اللي يشوفها يقول ان هي معقدة، بس يعني بصوا شوية كنافة كانوا عندي في الفريزر وعلبة كريم كراميل. عملت طبقة الكريم كراميل وطبقة الكنافة بس كده. وده طبعا اللي فوق ده صوص الكراميل اللي بيجي مع الباكت. بس انا عجنت الكنافه دي بحليب مكثف كان موجود عندي برضو في التلاجة. انا بعمله برضو في البيت وطريقته بسيطه وسهله جدا. كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، ومعلقه زبده، وبتضربيهم عندك في الخلاط مع شويه ميه دافيين. برضو دي كنافه انا كنت عجناها بحليب مكثف وشويه كريمه، كيس من الكريمه، وعملتها كده ولا فرن بقى ولا اي حاجه خالص. يا دوبك انت بتحمري الكنافه وتحطيها تعجنيها بالحليب المكثف وتحطيها في قوالب الكب كيك. دي برضو كانت تشيز كيك. بصوا رهيبة. كانت منجاية واحدة بس عندي في الفريزر وطلعتها قطعتها كده وعملت الطبقة بتاعت اي نوع بسكوت عندك. طبعا احنا الولاد بتجيلنا بسكويتات بقى من المدرسة وكده، اطحنيه في الكبة مع معلقتين زبدة. والطبقة التانية دي كريمة برضو عادية جدا، بتضربيها بمية كمان مش بلبن. تعملي طبقة البسكوت، طبقة الكريمة، والطبق اللي فوق دوت جيلي مانجا مع المانجا اللي احنا قطعناها دي. بترصي المانجا وتحطي عليها جيلي مانجا من فوق. طبعا مواصفات الكنافة دي كلها انا كنت عاملاها في القناة، بس ساعات في رمضان. بس ساعات بيبقى عندنا كنافة في الفريزر كده مش عارفين ايه، يعني بتبقى عندنا من رمضان وكده، فتطلعيها اعمليها لهم وبجد بتبقى تحفة جدا. لو مخزنة برضو مانجا هتنفع قوي. بصوا برضو دي السمبوسة الحلوة، يعني دايما احنا متعودين عليها بالجبن وباللحمة المفرومة وكده. دي انا حشيتها مكسرات وحمرتها وحطيت عليها صوص شوكولاتة او صوص كراميل برضو احنا عاملينه في البيت. وبتبقى برضو حاجة حلوة جدا. برضو لو انت محتارة تعملي ايه للولاد وعندك سمبوسة في الفريزر، طلعيها واي مكسرات بقى، شوية جوز الهند على زبيب سوداني اي حاجة. ده برضو شاتوه بس مش بالشوكولاتة، بالكريمة. شاتو الفانيليا برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي تقدري تعمليها برضو نفس طريقة الشاتو. بس بنحط كريمة بدل الكاكاو، كيس كريم شانتيه بدل الكاكاو. برضو ارجعوا شوفوا الفيديو ان شاء الله، هتجربوها وهتعجبكم جدا. برضو دي كانت بواقي كنافة وانا عملتها برضو بالكريمة وحطيتها في القوالب كده، طبقة كنافة وطبقة كريمة، وزينتها من فوق كده بكنافة محمرة. انا بحب الكنافه جدا، عشان كده تلاقوا كل يعني معظم الوصفات فيها الكنافه. بتبقى حلوه جدا. لو حتى انت عملتي صينيه كنافه وباظت منك او كده، بتقدري تعملي لها اعاده تدوير. بصوا برضو دي اختراع. يعني دي كانت شويه بسكوت. كان عندي بسكوت بتاع العيد على بسكوت كده كان بتاع الولاد، وطحنتهم برضو كلهم وعجنتهم بشويه لبن. وكورتها كده زي ما انتم شايفين وغطستها في شوكولاته سودا. انا بجيب على طول سما او دريم. بس السما انا بحبها بصراحة اكتر. بتبقى الباكت كده ب20 23 جنيه حاجة زي كده، وبتسيحيها على حمام مائي وبتغطسي بقى الكور ديت في الشوكولاتة وزينيها بقى من فوق اي حاجة. يعني اللي كان فوق ده كان سوداني مجروش تقريبا، او بسكوت مطحون، يعني انا مش فاكره، وفارماسيه او اي حاجه عندك. برضو دي كيكه لو انت يعني عايزه تدلعيهم بقى شويه ومش عايزه تعملي كيكه اللي هي الساده، تقدري تجيبي ب10 جنيه فروته مسكره بتتباع عند اي بتاع يعني محلات اللي هي بتاعت مستلزمات الحلويات، وبتحطيها في نص الكيكه. يعني بتعفريها شويه بالدقيق وبتحطيها في الكيكه العاديه بتاعتك. دي كيكه التايجر برضو
سهله وبسيطه مفيهاش اي مشكله خالص. انت بتاخدي شويه بس من الخليط تحطي فيهم شويه كاكاو وبتعمليها. دي برضو عباره عن جوز هند مع حليب مكثف، وعجنتهم كويس مع بعض، وخدت حته من الخليط كده حطيت عليها معلقتين كاكاو ولفيتها رول وقطعتها كده بعد ما طلعت من الفريزر. كمان الجلاش ده يا بنات من الحاجات برضو الحلوة جدا، يعني ده انا كنت عاملاه حادق بصراحة. تقدري تعملي نفس الطريقة دي حلو. بتجيبي ورقتين من الجلاش وتدهنيهم، وممكن تحشيها كاستر وتقفلي او مهلبية براحتك خالص، وبتسويه وترشي بقى من فوق سكر بودرة عليه، وتسقيه بكوباية لبن، بيبقى تحفة تحفة بجد. دي كانت شوية وصفات كده يا بنات حبيت اشاركها معاكم للناس اللي طلبت مني يعني حلويات تتعمل في البيت تكون سهلة وبسيطة. ان شاء الله يعني تجربوها وتعجبكم. يعني خدوا كده لفة في القناة، معلش تعبوا نفسكم كده شوية، هتلاقوا كل الوصفات دي بالتفصيل احنا عاملينها مع بعض. جربوها وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. ما تنسوش بقى يا بنات تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشوفوا كل الوصفات دي ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.